مرتضى امبارح بعد الخساره ساب كل حاجه وطلع يتكلم على كهربا، بيقول كهربا وامه واخته ضربوا مش عارف مين في مطار ايه واشترى شقه في المانيال ونسي الثلاثه. اه يا ابو ثلاثه يا فاشل، انت راجل فاشل، ما ينفعش تكون رئيس نادي بحجم نادي الزمالك، انت راجل فاشل في اداره نادي الزمالك، خلاص اعترف انك فاشل في اداره نادي الزمالك وسيبه وامشي. بس ازاي بقى تسيبه وتمشي؟ انت بتطلع من وراه مصالح كتير، يعني سامسون ده انت جبته بملاليم، هو زكريا الوردي علشان تقفش من وراهم ملايين، وجايب لعيبه كتير وصفقات كتير ما فادتش النادي باي حاجه عشان جايبها ببلاش، جايب لعيبه النوادي بتاعتها رمياها، زكريا الوردي ده النادي بتاعه رميه، سامسون ده مرمي، فتقوم واخد دافع مديله 300,000 دولار ولا مليون وتقفش من وراه ملايين. انت فساد على نادي الزمالك، وانت اللي هتوقع نادي الزمالك، وانت اللي هتخلي نادي الزمالك ده ينزل درجه ثالثه مش ثانيه كمان. والله العظيم انت فساد نادي الزمالك كله عندك انت يا مرتضى، وعمال تضحك على الجماهير الغلابه اللي واقفه ومسانده النادي، واللي اكتر ناس بتتعب وبتجري ورا النادي، تضحك عليهم بسندوتش لانشون وسندوتش بطاطس في كل ماتش، والجماهير يعني تعبانه مع النادي وبتشقى وراه وبتشجع على امل ان هي تشوف ناديها في حته ثانيه. انت ظالم نادي الزمالك، كل يوم مش فالح غير انك تطلع تتكلم عن الناس في القنوات، ما بتبصش لناديك. ايه الفرق بينك وبين رئيس اي نادي تاني في مصر؟ ان هو ساكت ما بيتكلمش وشايف ناديه وبس، مش بيطلع يشتم في الناس ويبهدل في الناس. انت ما تنفعش في الرياضه، خليك في القانون، انت راجل قانون، انت مالك ومال الرياضه؟ هتدمر نادي الزمالك، والله انت سبب فساد نادي الزمالك. واحلى مسا عليك يا مرتضى ابو ثلاثه، احلى مسا عليك يا مرتضى ابو ثلاثه. وكهربا كهربا كهربا كهربا